بعض منا لما بيتعرض لمشكلة بيصاب بانهيار، عدم الثبات الانفعالي على الإطلاق. إزاي لما نتعرض لمشكلة نحافظ على توازننا وعلى ثباتنا الانفعالي بحيث إن احنا نقدر نفكر ونوصل لحل عملي للمشكلة؟ سؤال مهم جدا أستاذة ندى، وأشكرك على طرحه. لأنه يعني الثبات النفسي موضوع يعني عميق وشيق صراحة. وهنا أحب أستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. وهذه وصية، سبحان الله، هذه الوصية هي الديباجة أو المقدمة لمفهوم الثبات النفسي. يعني هو هذا المفهوم الثبات النفسي يتمثل في التزام المرء، التزام الفرد يعني تجاه نفسه وأهدافه وقيمه، وليس فقط الالتزام بل الصمود الإيجابي. يعني أنا لما أكون متمسكة بقيمي وبأخلاقي يعني أكتسب حالة من الصمود الإيجابي، أصمد بشكل إيجابي، بشكل يخليني أفكر كيف أنهض بهمتي مرة أخرى، كيف أعزز معنوياتي. هذا الشيء يرفع الثقة في النفس أمام ما تواجهه من مشاكل. فبالتالي كلما كان الفرد في حال قرب من الله سبحانه وتعالى في أيام السعادة، أيام الراحة، كلما كان الله في عونه في أيام الشدة والضراء يعني ويعينه في اجتياز المحن والمشاكل، وينير بصيرته حتى في إيش الخطوات اللي المفروض يعملها. سبحان الله. تمام، فعلا كل ما كان الإنسان علاقته برب العالمين قوية كل ما كان عنده القدرة على تخطي أي أزمة أو أي مصيبة ممكن أو ابتلاء يلم به يقدر يتخطاه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وإنه يكون فعلا عنده القدرة على حل المشكلة. طيب القدرة